القرص الفلاحي وجمالها، اللبن الرايب اللي بيروب مننا كلنا بنزعل عليه. تعالي ما اقولك النهارده انت معاكي كنز هتعملي بيه احلى الوصفات، واولها النهارده القرص الفلاحي الدايبه الجميله جدا بمكونات بسيطه وسهله، ومجرد ان السر بتاعها هو في اللبن الرايب اللي انت بتزعلي عليه. هنعمل قرص فلاحي خطيره وسهله وريحتها كانت جايبه اخر الشارع. وكمان هعمل كيكه بنفس اللبن الرايب، كيكه هشه جدا وتحفه وخفيفه جدا. جيت يا اخوات اغلي كيلو اللبن اللي حيلتي، ببص لقيته هو على النار عمال يعمل كده كتل من الزبادي او الجبنه ومعاها كده ميه، وكل ما يسخن اكتر كل ما الموضوع يزيد اكتر. طبعا كتل الجبنه والزبادي انتوا عارفين شكلها عامل ازاي زي كده. فانا صفيتها الاول، خدت حوالي كوبايه كده مليانه من القطعه دي عشان اعمل بيها وصفه تانية خالص ان شاء الله هنزل لكم بها فيديو. عملت بيها كب كيك حادق مش حلو تمام، وفيها بقى قطع اللانشون والفلفل، بصراحه كانت خطيره خطيره. طبعا لو مش عايز تعملي موضوع التصفيه ما تصفوش وهيبقى تحفه برده، العجينه هتبقى يعني غنيه اكتر. معايا بقى كيلو واحد بس من الدقيق، احط عليهم معلقتين صغيرين من الملح ومعلقه كبيره من السكر وظرف خميره. والماده الدهنيه اللي معايا هتبقى عباره عن سمنه على زيت كوبايه الا ربع. لو عايزه تحطيها كلها على بعض سمنه زي ما تحبي، لو حابه تحطيها زيت بس مفيش مشكله، بس هتبقى ناشفه شويه. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس وافركهم كده وبصهم كده بمعنى صح عشان كل دي يتشرب من السمنه اللي انا حطيتها او السمنه على زيت اللي انا حطيتهم مع بعض كده شايفين. وبعد كده انا عايرت بقى اللبن الرايب اللي عندي في كوبايتين كده كبار اللي هما مج الشوربه مليانين، حطيت كده كوبايه بالقطع اللي فيها زي ما قلت لكم. لو حابه تسيبي كل القطع ما تصفيهاش مفيش مشكله، هتبقى احلى كمان. هديها كده تقليبه. طبعا اللبن جيت اغليه على النار راب معايا، فبالتالي انا سبته يبرد شويه فهو دافي. لو انت بقى عندك اللبن راب منك وسبتيه ركنتيه في التلاجة فانت لازم تدفيه شويه عشان خاطر العجينه تتفاعل اسرع. خلاص كده كل الكميه، فاضل بس معايا نص الكوبايه دي، وده اللي انا هعمل بيها الكيكه اللي انت شفتها في الاول تمام. سبت بقى العجينه لحد قعدت اعجن فيها لحد ما بقت ناعمه خالص وفكت كده من كل الجوانب بتاعت الطبق، والطبق نفسه بقى نضيف. سبتها بقى تخمر خالص براحتها على بال ما جهزت بقى الحاجات بتاعتي والفرن والسجان والحاجات دي كلها تمام. العجينه كانت خمرانه جدا وتحفه وهشه جدا. هبطتها بقى وقعدت بقى اكورها كده على قد المقاس القرصه اللي انا عايزاها. شفت بقى كل الحاجات اللي انا عملتها دي سهله وبسيطه ومش محتاجه افتكاسات. شايفين هنا بقى بقرص عشان يبقى كله كده الاول مقاس واحد، وبعد كده وانا بقرص برضو بايدي هحاول اسويها عشان تبقى ناعمه من على الوش. خدت بقى كل السجانه اللي عندي دهنتها كده بالزيت تمام، بدهنها كلها بالزيت مش بسيبها كده ناشفه. باخد بقى القرصه بسويها كده بايدي، والحته الزياده بشيلها كده من تحت وتبقى متساويه من فوق. بعد ما اخلص كده رصه الصاج ببتدي ابططها. بصوا مبططاها على الاخر، يعني مش قادره اقول لكم بططاها قد ايه. زي ما انتم شايفين كده سمكها حوالي نص سنتي. شايفين الصاج بقى بيتملي بسرعه لان القرصه بفردها كبيره، بتتفرد معايا كبيره. عايزه اقول لكم هو كيلو واحد بس من الدقيق بس عمل معايا كميه بسم الله ما شاء الله. وهتشوفوها دلوقتي وهي في الفرن بتخمر وبتكبر وحجمها بيتضاعف، شكلها بجد رهيبه جدا وتفتح النفس كده على الشغل، تحسي ان انت عايزه تعجني تاني، تخلصي تقومي تعجني تاني من حلاوتها. بصوا الصاج اتملى على طول ازاي بكام قطعه بس. هنا بقى حطيتها في الفرن على بال ما خلصت اول واحده وانا بكمل بدأت تخمر شوية وهي مفرودة. بعد كده بدخلها في الفرن، يعني بسيبها تخمر شوية وهي بره تمام كده. فزي ما انتم شايفين كده وهي في الفرن هي بتخمر وبتكبر وبدأت تاخد لون كده من تحت. اول ما تاخد لون من تحت بقربها كده من الشواية عشان تاخد لون، ولا بدهنها اي حاجة ولا سمنة ولا زيت ولا بيض ولا اي حاجة، هي منها فيها كده بتاخد اللون المحمر بتاعها الحلو. شايفين اللي فوق لسه عجينة بس سبتها تخمر. شايفين بقى ده شكلها كده بعد التسويه وانا قاعده كده جنب الفرن لسه ما خلصتش. شكلها تحفه تحفه تحفه، والريحه بجد كانت فظيعه. انا كنت قاعده على السطح والريحه كده كانت مفحفحه للشارع كله. شايفين الجمال؟ زي ما قلت لكم كنت مبططاها جدا بس طبعا اتنفخت وخمرت من الخميره اللي انا حطاها وكده. شايفين هشه ومش مكتومه وطريه، ويعني واللبن الرايب اهو نفعنا في حاجه يعني تحفه. لبن الرايب اللي انت زعل عليه اهو نفعنا في قرص فلاحي بريحه وطعم زمان فعلا. شايفين الجمال؟ طبعا مقادير الكيكه بتاعتك اللي بتعمليها في البيت العادي، شيلي اللبن الطبيعي وحطي اللبن الرايب وشوفي بقى حلاوه وجمال الكيكه دي هتبقى عامله ازاي. حبيت بس اضيف لها كده لون كتغيير مش اكتر، ولو مش حابين يبقى احسن برضه، يبقى حتى يبقى صحي كمان. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. عايزه منكم لايكاتكم الحلوه على الفيديو ومتابعه للصفحه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.